نبدا انت الشعب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم ضيوف على الله في بيته، لنعيش هذا التكريم الطيب المبارك لحفظة القرآن الكريم في المسابقة القرآنية الكبرى التي أشرفت عليها جمعية الأمل بالإخوة بإشراف ورعاية المهندس حسن الصاوي وفقه الله تبارك وتعالى. وخير بداية لهذا اللقاء الطيب المبارك مع طيب الحديث وخير الكلم القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من أحد المتسابقين في المسابقة، في مسابقة القرآن الكبرى بالقرية لهذا العام، وهو من حفظة الأجزاء العشرة للقرآن الكريم. نستمع إلى هذه التلاوة من المتسابق محمد علاء الحسيني خاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من أحد المتسابقين في مسابقة القرآن الكبرى التي أعلن عنها يوم 15 من شهر شعبان، وأجريت الامتحانات التحريرية بداية من يوم 15 من شهر رمضان المبارك لهذا العام. وقد تقدم للمسابقة في المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا 7 متسابقين، وفي المستوى الثاني نصف القرآن الكريم عدد 24 متسابقا، وفي المستوى الثالث حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم تقدم 40 متسابقا، وما دون الأجزاء 10 من القرآن ربع القرآن وأقل تقدم عدد كبير كذلك من المتميزين يقترب من 40 متسابقا. ثم بعد ذلك كان هدف المسابقة التشجيع لكل من تلا آية من كتاب الله، فكان عدد المتقدمين بجزء وجزئين وأقل حوالي 560 متسابقا، ليكون عدد المتسابقين الكلي في المسابقة 650 متسابقا بفضل الله تبارك وتعالى. الحضور الكرام، وقد أجري لهذه المسابقة أجري في هذه المسابقة امتحانان. الامتحان الأول امتحان تحريري لطلبة المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم. أجري الامتحان التحريري في مدرسة الشهيد حسن حمدي الثانوية بالإخيوة بتوفيق الله تبارك وتعالى، وشكر خاص للأستاذ منصور محمد حرب مدير المدرسة الذي أتاح لنا المكان. ثم بعد ذلك أجري امتحان شفوي للمستويات الأول والثاني والثالث من قبل اللجنة الموقرة، فضيلة الشيخ محمد الشوادفي عباس، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل إبراهيم، الأستاذ حسن إبراهيم جمعة مدرس العلوم الشرعية بالأزهر. وتم تجميع الدرجتين معا بدقة وأمانة، ثم تم تحديد المستويات ولكل متسابق مستوى من خلال نسبة في المئة. وكان المهندس حسن الصاوي وفقه الله قد وعد في المسابقة بعمرتين بجائزة العمرة لمتسابقين، ولما تم الاطلاع على النتيجة وجد أن طلبة المستوى الأول وهم 7 متسابقين لم يحصل على الدرجة المتميزة إلا متسابق واحد حوالي 83%، والمتسابقين الآخرين في المستوى الأول دون ذلك حوالي 56%، 55 40. ولذلك وجد الآتي: أنه تم حجب جائزة العمرة الثانية لتكون لمن يحفظ القرآن كاملا فقط، فتكون جائزة عمرة واحدة للمتسابق الأول، وجوائز مالية قيمة وفق الله المتبرع، جوائز مالية قيمة لكل المتسابقين، ولم تغفل الجوائز أي أحد من المتسابقين الذين بلغ عددهم كما قلت لكم 650 متسابقا بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك كان الهدف من المسابقة تنشيط الكتاتيب بالإخوة، وتم استدعاء جميع الفضلاء من محفظ القرآن الكريم في القرية جميعا ليكون لهم اليد والمشاركة بطلابهم في هذه المسابقة، وقد أدوا أداء عظيما وبذلوا جهدا كبيرا معنا في هذا الموقف وهذا الأداء المتميز بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أقول إنها بداية الأمل لمسابقة أكبر في كل عام بإذن الله،
وتكون الجوائز أكبر، لكن نطلب من طلبة المستوى الأول والثاني والثالث أن يكون الحفظ أكثر إجادة. إنهم بذلوا جهدا هذا العام وحاولوا، فنتمنى أن تكون المحاولات في الأعوام القادمة بإذن الله أفضل والجوائز أفضل بإذن الله. وفق الله كل من أسهم في هذا العمل بالخير، ونشكر كذلك جميع مجلس إدارة جمعية الأمل بالإخوة للمجهود الذي بذلوه معنا في هذه المسابقة. وبداية بعد أن استمعنا إلى هذا التقديم وإلى هذا التعريف بالمسابقة وبالجهد المبذول فيها، نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ حسن حبيب إمام وخطيب مسجد البعبولي بالإخوة حول فضل القرآن الكريم وفضل حفظه وتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازعا له في سلطانه وعلو شأنه. ثم أما بعد، الحضور الكرام، كل عام وأنتم بخير، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن في شهر القرآن. فالقرآن أيها الأحباب هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بين دفتي المصحف بالتواتر. وحينما نقول كلام الله يخرج كل كلام ليس كلام الله عز وجل، فكلام الأنبياء ليس قرآن، وكلام الملائكة ليس قرآن، وكلام البشر ليس قرآن. وحينما نقول المتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج كلام الله النازل على غير رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالتوراة والإنجيل والزبور ليس قرآن. المتعبد بتلاوته، فأفضل عبادة الأمة تلاوة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل لو قرأ الإنسان ألف لام ميم له 30 حسنة. لو أنه قرأ جزءا كاملا أو قرأ ختمة كاملة كم له من الحسنات؟ إنها تجارة مع الله، تجارة رابحة لمن أراد أن يتاجر مع الله عز وجل. المنقول إلينا بين المتحدى بأقصر سورة منه. الله عز وجل تحدى العرب، أهل البلاغة والفصاحة، أهل البيان، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا على أن يأتوا بمثله. فتحداهم أن يأتوا ب10 سور منه، فعجزوا عن ذلك. فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، فعجزوا عن ذلك، لأنه كلام الله عز وجل. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من تشبث بالقرآن فهو مأجور. المتعلم مأجور، والمعلم مأجور، ووالدي حافظ القرآن مأجور، والقائم الدافع على ذلك مأجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له بها حسنة. من استمع إلى آية له بها حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الماهر بالقرآن، أين مكانته؟ المتقن للقرآن أين مكانته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مكانته مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر على قراءته وأجر على تعتعته.
ثم إن القرآن أيها الأحباب لا يترك صاحبه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى عند الفزع الأكبر حينما يقوم الناس لرب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن ليلقى صاحبه حينما يقوم من قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ القرآن يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا صاحبك القرآن، لقد أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. ثم يأخذ بيده إلى ربنا جل في علاه ويقول: ربي حله، فيوطى تاج الوقار، يقول: رب زده، فيعطى حلة الوقار. ثم قال له: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وليس هذا فحسب، بل والد القرآن اللذان دفع ابنهما إلى حفظ كتاب الله عز وجل يوم القيامة، ماذا لهما عند الله؟ يعطى حلة الوقار، فيقولان: يا ربنا من أين لنا هذا ولم نعمل كبير عمل؟ فيقول: بأخذ ولدكما القرآن. ثم بين النبي أن خير الناس على وجه هذه الأرض هم أهل القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوتي القرآن وظن أن أحدا أعطي عطاء خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. فقد قال الله تعالى في متاع الدنيا: قل إن متاع الدنيا قليل. وقال في القرآن: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، والتكريم في هذه المسابقة لم يغفل أحدا من المتسابقين. لو أن متسابقا حفظ آية لكان له تكريم، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق وأن يكرم كل من بذل ذلك، ويجعل ذلك لوجه الله وفي سجل حسناته إن شاء الله. الحضور الكرام، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا. المتسابق عبد الرحمن الشبراوي عبد الله الأول، جائزة عمرة. فضل. من الأفضل ألا نصفق في المسجد، يعني التصفيق في المسجد يا لا ممنوع، معلش، لا تصفيق في المسجد. حصل على نسبة 83%. بارك الله فيك. ما زلنا مع طلبة المستوى الأول، الطالبة آلاء حسن إبراهيم حبيب. فضل يا آلاء حسن إبراهيم حبيب. تعال من هنا، تفضل. القرآن الكريم كاملا، الترتيب الثاني، النسبة في المية 57%. المستوى الأول الطالب أحمد رأفت عبد الفتاح علي. الثالث القرآن الكريم كاملا، النسبة 49%. الرابع آية حسن حبيب، القرآن كاملا بنسبة 44%. آية حسن حبيب، خليه قرب مني عشان نخلص. دنيا السيد عبد الفتاح علي. دنيا السيد عبد الفتاح علي. خليهم يعدوا بس الاول، خليها تعدي بس بالسكه، خليها تعدي بالسكه بس.
دنيا السيد عبد الفتاح علي. تعالي من هنا بقى، تعالي من هنا. لا خلاص، عايزين طريق يا جماعه اللي داخلين. دنيا السيد عبد الفتاح علي. حسين مصطفى احمد. حسين مصطفى احمد موجود. محمد اشرف محمود حسين. محمد اشرف محمود حسين. مصطفى خلاص خالو ياخدها له. خالو ده له يا خالو. ايوه ده له. المستوى الثاني نصف حفظ نصف القرآن الكريم. اقعد من السكه بس. اقعد بس من السكه. المستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، وكانت الطالبة المتميزة الأولى في هذا المستوى الطالبة حنين مصطفى محمود الطباري، ممتازة، وهي طالبة الصف الخامس ابتدائي بنسبة 64%، الأولى على هذا المستوى. كمل سلم كمل. عبد الله الشبراوي. عبد الله محمد. عبد الله الشبراوي. ايه يا شيخ؟ خلصنا يا شيخ، قوم خدها. محمد خالد محمد السيد. محمد خالد محمد السيد. فيحاء علي احمد دياب. محمد خالد فين يا جماعه؟ فيحاء. انا شايف ابوها هنا. شيخ علي، ما انا شايفه هنا شيخ علي. انا عايزين الطريق يا جماعه ينفتح. كنت سيب الشيل بتاعي خالص يا عم السيد. انت كل شيء بتاعي دي قافل السكه. خلاص المجيء من هنا يا جماعه، من هنا اهو. يلا سلم. حب عليك ابوك يا اخي. اتفضلي يا فيحاء، اتفضلي. فيحاء علي احمد دياب. اميره عبد العزيز السيد. اميره بسرعه شويه يا جماعه، مش موجوده دي. تعالي. اميره وندى عبد الفتاح توفيق، وراها على طول ندى عبد الفتاح توفيق. احمد خالد السيد. احمد خالد السيد. اميره وندى الاول. اهي ندى اجت اهي، اتفضلي يلا بسرعه. احمد خالد السيد اركن. ولاء عبد العزيز السيد. ولاء عبد العزيز السيد اركنها لما يجي بقى اركنها. عمر السيد محمد عبد الله. دول شرارة دول. ولاء دي ولاء. زينة السيد محمد. زينة فين؟ لا اركنها بقى. زينة فين؟ زينة يا جماعة تبع مين؟ زينة. هي زينة؟ ماشي اتفضل. سارة محمد احمد ابراهيم. ايوه سارة محمد احمد ابراهيم. بسرعة بس يا جماعة شوية. ماشي يا سيدي. أمنية محمد علي البقوشي. أمنية محمد علي البقوشي. بسرعة شوية. شاهندة محمد علي. شاهندة محمد علي. بسرعة. سهير الصادق محمود. دي أمينة دي. شاهندة. سهير الصادق فين؟ بسرعة. دعاء السيد ابو المعاطي. دعاء السيد ابو المعاطي. بسرعة. لا اركنها. عمرو السيد سالم.
عمرو السيد سالم. عمرو السيد سالم. حفصة أحمد محمود. حفصة أحمد محمود. حفصة خدها بقى شو. إسراء محمد الشوادفي. إسراء محمد الشوادفي، تعال بسرعة. إسراء محمد الشوادفي. إسراء محمد الشوادفي. لا كده إسراء، دي إسراء. محمد أحمد علي دياب. محمد أحمد علي دياب. فين أبو دياب يا جماعة؟ محمد أحمد علي دياب. طيب. نورة السباعي أحمد حسين. ايوه ايوه اخته دي. نورة السباعي احمد حسين بسرعه. فاطمه الشبراوي عبد الله. فين يا مولانا؟ فاطمه الشبراوي عبد الله بسرعه. عمرو عبد الله علي رجب. هجيبها لك يا لسه. فاطمه محمود عبد المعبود. اسمك ايه انت؟ استنى. أي. محمد اشرف محمود فين كان هنا؟ محمد اشرف محمود. استنى ايه ده؟ اقعد انت عليك اقعد. فاطمه عبد المعبود فين؟ موجوده؟ فاطمه عبد المعبود. خلاص؟ عمرو خلاص. ايه عمرو خد؟ عمرو عبد الله. رحمه محمد السيد. رحمه بسرعة بس بسرعة شوية. المستوى الثالث حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم. حسن محمد حسن علي. يلا يا حسن بسرعة. تمني حسن السيد. تعالي بسرعة يلا. حسن محمد حسن. انت فين هو؟ تمني ماشي يجي ياخد هو. تمني محمد السيد محمد احمد. محمد السيد محمد احمد. تعال بسرعه. مريم محمد ابراهيم الدسوقي. مريم محمد ابراهيم الدسوقي. بسرعه شويه مريم. محمد السيد محمد احمد. اركنها لما يجي. مريم محمد ابراهيم الدسوقي. عبد الله ابراهيم عبد الحميد. آمنة أحمد محمد عيسى خاطر. آمنة أحمد محمد عيسى خاطر. تعال اتفضلي. ميس إبراهيم رشاد القصير. ميس. آمنة وبعدين ميس. دي آمنة دي. ثم ميس. محمد السيد فؤاد. محمد السيد فؤاد. محمد متميز وربنا يوفقه صوته جميل. وفقه الله. ياسمين خالد عبد السلام. ياسمين خالد موجودة. محمد علاء الحسيني. محمد يلا يا شيخ. هدير احمد محمد عيسى. هدير. هدير ودعاء. خد خد ما تكلم ما تسمع. هدير احمد محمد عيسى. ما هو ايوه عندنا هدير ودعاء. انت اسمك ايه بقى؟ هدير ماشي. فين دعاء؟ اهي. دعاء عماد. لا انت هبه عبد الله فرحان. دي هبه عبد الله فرحان. لا انت هبه عبد الله ياخديها بس. سيب ايدك الشيخ عبد ياخدها بقى. شيليه روح انت. ندى. ندى عدنان جاد.
ندى عدنان جاد بسرعة. احمد سليمان سليم. احمد سليمان سليم. هات ندى الاول بس لو سمحت. ندى عدنان وبعدين احمد سليمان سليم. نيرة عبد العزيز سيد. نيرة بسرعة. علاء احمد سليم احمد. علاء احمد سليم احمد. دي نيرة. نيرة اهي ماشي. السيد سليمان سليم. السيد سليمان سليم ظرف بس. احمد محمد جاد. احمد محمد جاد تعال من هنا. احمد محمد جاد. احمد مصطفى احمد حسين. احمد مصطفى اركن دي. فاطمة الزهراء مصطفى. بعد كده محمد عبد الرحيم محمد. محمد عبد الرحيم تعالى يا محمد. عبد الله فرحات سليمان. عبد الله فرحات سليمان. دنيا عبد العزيز ثابت. دنيا. حنين عبد الفتاح توفيق. دنيا عبد العزيز ثابت اهي. حنين عبد الفتاح توفيق. شيماء اشرف محمود. شيماء اشرف محمود. الطلبة او المتسابقون المتميزون الحافظون ربع القرآن فاقل من المتميزين الذي لم يكن له اسم هنا فقد تم تكريمه بالامس في غير المتميزين. عبد الله ابراهيم احمد علي. عبد الله ابراهيم احمد علي. عمر السيد ابو العطا عبد الحق. عمر السيد ابو العطا عبد الحق. عمر ايهاب ياسين. عمر ايهاب ياسين. عمر ايهاب فين؟ تعال يا حبيبي. حسين علي اسماعيل طه. حسين علي اسماعيل طه. فين حسين؟ اسمك ايه انت؟ دي حسين ده؟ طب الله يفتح عليك. مريم اسامة عبد العليم غيث. مريم اسامة عبد العليم غيث. مريم اسامة اهي. احمد حسام عبد العليم غيث. احمد حسام. ايمان حسن هجرس. ايمان حسن هجرس. اقعد للاخر. اقعد شويه. ايمان حسن هجرس. فين ايمان حسن هجرس؟ ايمان حسن هجرس كده. منة الله حسن حبيب. منة الله حسن حبيب. تعال يا بابا. ايمن حسن حبيب. ايمن. يوسف فتح ابراهيم. عمر محمد ابراهيم. عمر. اين عمر؟ ما هو اهو. عمر محمد ابراهيم. اقعد بقى يا ابني. اقعد. محمد محمود بهنساوي. عمر. محمد محمود بهنساوي. أمنية أحمد عبد السلام. أمنية أحمد عبد السلام. بلال عماد السيد محمد. بلال عماد السيد محمد. محمد شاكر عبد العزيز. اسمك ايه؟ محمد شاكر عبد العزيز يا استاذ شاكر. عبد الله احمد عباس. حطها هنا دي محمد شاكر ده. عبد الله احمد عباس. خديجه احمد عباس. كده دول مش موجودين. رؤى محمد السيد حتحوت. رؤى محمد السيد حتحوت موجوده. اركنها. اركنها بقى.
مريم شاكر عبد العزيز، تعال يا مريم. ياسمين عبد العزيز سيد، ياسمين عبد العزيز سيد. هاجر عبد المنعم احمد الشوادفي. هاجر عبد المنعم فين انت؟ فين هاجر يا جماعه؟ دي ياسمين اهي. ايوه يا صديقي. ثلاثة. هاجر عبد المنعم اركنها. حسام همام محمد. هاجر رؤى، ادخلي رؤى اهي، رؤى دي، رؤى اهي. اسمك ايه انت؟ هاجر ماشي، خد رؤى اهي. رؤى محمد السيد. خلاص. هاجر عبد المنعم احمد الشوادفي. حسام. بسملة مصطفى الطباري. بسملة، تعال يا بسملة. رميساء محمد السيد غنيم. رميساء موجودة؟ الرميساء فين الرميساء يا عم؟ رميساء محمد السيد غنيم اين هي؟ تعال يا رميساء. نور محمد جاد. نور، نور على نور. نور محمد جاد. فين نور محمد جاد؟ انتي نور؟ اتفضل يا بابا. نور محمد جاد. محمد احمد محمد الشهاوي. محمد احمد محمد الشهاوي. ها طب ماشي. امنية عبد الله علي رجب. امنية عبد الله علي رجب. سلمى احمد سالم البعبولي. سلمى احمد سالم. والله ما انا عارف، احمد سمير البعبولي يمكن. سلمى احمد سمير البعبولي ماشي، باخدها ماشي. مكتوبه غلط مش مشكله. ابراهيم عاطف احمد. اين ابراهيم؟ خد بالك ابراهيم ده ربنا يبارك فيه ماشي. سلمى احمد سالم سيبها، مش موجوده. لا. كرم عاطف احمد اهو، هو ده بقى. يلا خليه يسلم يا عم. كرم، كرم ايوه، ربنا يكرمك يا كرم. ابراهيم عاطف ده ابراهيم صح؟ ابراهيم وكرم الاثنين. السيد احمد عبد العزيز وضحى احمد عبد العزيز، اثنين اخوات. يلا ها. السيد احمد وضحى احمد. تعال يا سيد. احمد يوسف محمد. احمد يوسف، تعال يا احمد يوسف. ياسمين ابراهيم عبد اللطيف. ياسمين ابراهيم عبد اللطيف. فين الاستاذ ابراهيم عبد اللطيف يا اولاد؟ اين ياسمين ابراهيم عبد اللطيف؟ سلمى محمد احمد ابو الليل. سلمى، سلمى محمد احمد ابو الليل. سلمى محمد ياسين محمد ابو الليل. والسلمى الثانيه جاي. احمد محمد ياسين. احمد محمد ياسين. اسلام محمد الشوادفي. اسلام محمد الشوادفي. اسلام محمد الشوادفي. وعبد العزيز محمد الشوادفي. محمد السيد مصطفى سيد احمد. محمد السيد مصطفى. فين هو محمد؟ تعال لي هنا. مصطفى محمود السيد. ماشي ماشي اهو. احمد محمد مصطفى اهو اهو. انت اسمك ايه؟ ها مصطفى محمود السيد اهو. يلا. جنى ايمن ياسين. جنى ايمن ياسين. خلصت كده؟ ايوه ندخل المفروض دي شهاده نروح نقرا المشايخ. هي موجوده عندك تحت اهي في الاخر خالص، في الاخر. نرجو الهدوء. كان من المشرفين على هذه المسابقة المشايخ أهل الفضل وأهل العلم. وتقديرا برضو من الجمعية
وتقديرا من الجمعية لمجهود الأستاذ منصور حرب يتفضل باستلام هذه الشهادة تقديرا لجهوده ومساعدة الجمعية في هذا اللقاء. تفضل يا عم قوم، ما تقوم يا عم. ويبقى معنا أن نقول مش في شهادة بقى، في الشهادة، في الشهادة ختامه مسك. هنقول ختامه مسك. المشايخ طبعا، الأفاضل، العلماء. وأقول كان في لجنة الاختبار الشفوي فضيلة الشيخ محمد الشواتفي، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل إبراهيم، والاثنان في غنى عن التعريف فهما أهل القرآن بحق. وتكريما للشيخ محمد الشواتفي يتشرف المهندس حسن الصاوي ومجلس إدارة جمعية الأمل بأن تكون العمرة الثانية للشيخ محمد الشواتفي تقديرا لجهوده في حفظ القرآن. تفضل يا مولانا، قوم يا مولانا، يلا قوم. تقديرا لجهوده. استهد على شيء. تفضل يا مولانا يا ابني، تفضل يا مولانا يا قمر، على مهلك كده، على مهلك، على مهلك، ايوه كده. فضيلة الشيخ محمد إسماعيل إبراهيم، تفضل تعالى يا الشيخ الشبراوي عبد الله. يا ابني اقبض الله يهديك، مش حد. الحاج الاستاذ الشبراوي عبد الله، الشيخ الشبراوي عبد الله، يلا. الشيخ حسن حبيب، الشيخ عبد العزيز السيد، الشيخ عبد رب النبي امام. ما هو عشان ناخده كده. الشيخ عبد رب النبي فين؟ الشيخ حسن عبد العزيز، يلا يا مولانا. الشيخ حسن عبد العزيز ادخل يا مولانا، سلم، يلا خد الشهاده. الشيخ حسن ابراهيم جمعه، خلي عندك بركنها دي. الشيخ علي دياب موجود. الشيخ عبد الحق محمد عبد الحق البطل الكبير. الشيخ عبد الحق تفضل، اهو اهو هو ده. الشيخ عبد الحق محمد عبد الحق، تفضل يا شيخ. شيخ علي. استاذ شاكر عبد العزيز هجرس. الشيخ ابراهيم بيومي. الشيخ عبد المنعم السيد محمد عبد الحق. الشيخ عبد المنعم. اسيب دي مش جايه لده، اقول ساكت، اقول الشيخ شهاب عبد الحليم امام المسجد. بس مش مسلم ولا عامل. لا 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 والله لا تزيد. بتاعتك انت وتسلم علينا كده وتقعد تسلم علينا. ايه بنت واحده كده. احمد تسال علينا. ايه ده يا احمد؟ حاضر. يا ابني فين واحده يا ابني خد على الجنب. يا ابني امشي من اطلع من هنا كده، اطلع من هنا خد له حش كده خلاص. ايوه يا عم الحاج. ايوه اللي هيجينا هاخد شهاده. اللي هيجينا هاخد شهاده. لا انتوا هتاخدوه. طب دولي واحده بس خلص. خد على الجنب. مين تاني؟ الشيخ عبد المنعم دول يا عم خلينا
الهدوء يا جماعه شويه لو سمحت، الهدوء عليا عشان اجيبها لك. الهدوء الهدوء يا جماعه، الهدوء شويه لو سمحت. هات شيخ النجا معايا خلاص. مش فين يا ولاد؟ علي عايز مين يا عم الحاج؟ مش جاي لي. محمد عامر. ابو عامر. ونتمنى بذل المجهود الأكبر في الأعوام القادمة لتكون جوائز أكبر إن شاء الله، ويزداد عدد الحافظين لكتاب الله في قارة الإخوة، شاكرين للمهندس حسن الصاوي سائلا الله أن يبارك له في ذريته وأن يكرمه وأن يوفقه وكل الذين بذلوا جهدا في هذا الأمر الطيب المبارك. نتمنى لكم التوفيق والسداد. إلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.